ياه يا دكتورة ليلي، الواحد راجع من صلاة التراويح وحاسس بهدوء وسكينة مش طبيعية. رمضان ده شهر الراحة النفسية بجد. تقبل الله يا سكيلتون. الراحة دي مش بس مخلية نفسيتك حلوة، دي كمان عاملة معجزة جوه جسمك. الصيام والهدوء ده يعتبر أعظم فترة نقاهة للقلب. وأحلى حاجة بقى لما حد يعصبني في رمضان وأقول له اللهم إني صايم، بحس بعدها براحة مش طبيعية. برافو يا سكيلتون، هو ده الهدف أصلاً من الصيام. السكينة دي مش بس ثواب، دي مفيدة كمان لجسمك وبتحمي قلبك من الإجهاد. يا سلام! يعني رد فعل الهادي ده بيحمي القلب فعلا؟ طب ازاي؟ لازم تشرحيلي. يلا بينا على بوابة الجسم السحرية عشان نفهم. السر كله في إن الهدوء ده بيوقف إفراز حاجة اسمها هرمونات التوتر. تعال نشوف. إحنا هرمونات التوتر. رمضان خلى الناس هادية وبتصلي، فإحنا بطلنا نشتغل ونمنا. مفيش شد أعصاب طول ما إحنا نايمين. ولما التوتر بيختفي، الأوعية الدموية بتوسع وضغط الدم بيقل. تعالوا نرحب بالبطل اللي قاعد مرتاح ومأنتخ في رمضان. ياه، مفيش هرمونات توتر تخليني أدق بسرعة. دقاتي هادية ومنتظمة. الصيام ده أحلى حاجة في الحياة. ما شاء الله، شكلك منسجم على الآخر. شكل الراحة النفسية دي بتخليك ترجع تشحن طاقتك من جديد. عليك نور، وطول ما أنا مرتاح بضخ الدم للجسم كله من غير مجهود يذكر. بس عارف إيه السر التاني اللي مخليني في الروقان ده كله؟ السر التاني يا سكيلتون هو المعدة. في الأيام العادية المعدة بتسحب دم كتير عشان تهضم الأكل، بس وإحنا صايمين الجهاز الهضمي بيفصل ويرتاح. أنا صايم يا جماعة ومأنتخ خالص، مفيش هضم ولا شغل النهاردة، يعني مش طالب نقطة دم زيادة من القلب. سيبوني أكمل حلمي. يا حلاوة، معدة مرتاحة وأعصاب هادية، دي باكج نقاهة كاملة. بس أنا بقى على الفطار هدخل دخلة جامدة، صينية مكرونة وبط واملى التانك للآخر. حاسب يا سكيلتون، صدمة الأكل التقيل مرة واحدة دي خطر جداً. دي بتعمل حالة طوارئ للقلب وتضيع كل الراحة اللي بنيناها طول نهار رمضان. نو! لو نزلت بالأكل ده كله فجأة المعدة هتصحى مفزوعة وهتسحب دم كتير مرة واحدة، وده كتير عليا. حرام! إيه الزلزال ده؟ الحقني يا قلب أختك، ابعتلي دم فوراً، أنا غرقت يا جماعة! الفطار التقيل خلى القلب يدق بأقصى سرعة عشان يلحق يساعد المعدة، والنتيجة خمول غريب بعد الفطار يخليك مش قادر تتحرك. تقصدي إننا نكسر صيامنا بتمرة وشوربة دافية بس عشان القلب يبعت دم كفاية للمخ والعضلات؟ يا سلام على الروقان. التمر هضمه سهل جدا وبيديني طاقة فورية. كده مش هطلب دم زيادة واتعب القلب معايا. احنا كده فل. الحمد لله. كده هشتغل واحدة واحدة وأحافظ على قوتي، وتفضل يا صديقي كلك نشاط وطاقة. أنا كده فهمت، الصيام والتراويح نقاهة للقلب من التوتر، والفطار الخفيف بيحافظ على السكينة دي. رمضان ده روشتة ربانية بجد. صوموا بصحة وافطروا بعقل وحافظوا على قلبكم. نشوفكم الحلقة الجاية في وندر لاب. مع السلامة.